فرصه ضايعه من وسام والتانيه ضاعت من ايمان، واصابه قويه حرمت الاهلي من نجمه، وضربه جزاء في وقت مثالي جدا بس بتضيع بشكل غريب، وجماهير ماليه الملعب ولا كانهم في ميامي اسكندريه، والحمد لله على نقطه التعادل وقدر ولطف. انا حنان عمر اند ذس از قطايف ولطايف. بعد ما اللي نام صحي واللي صاحي فضل مطبق، وكله عشان خاطر عيونك يا اهلي، نادي القرن قدم اجمل 45 دقيقه في افتتاح المونديال، تيكي تاكا وكره حلوه وريتم سريع، انطلاقات تريزيجيه وهجوم وسام، وحلويات بين رمضان وتغطيات حمدي فتحي. ضيع لعيبه الاهلي جون ورا جون، وربنا رزق ميسي واصحابه بحارس مرمى انقذهم من فضيحه. خسر الاهلي امام عاشور في اصابه قويه، وبعدها كانت الخساره الاكبر بضياع ضربه جزاء خدها زيزو بذكاء وضيعها تريزيجيه مش بذكاء خالص، في مشهد غريب بينه وما بين زيزو ووسام على مين فيهم يشوط البلنتي. شوط كان مثالي، لكن الاهلي ما قدرش يستغل الحاله دي في الشوط الثاني، وصاد فوقان الثلاثي ميسي وبوسكيتس وسواريز. لكن الاهلي كان معاه وحش في الدفاع اسمه ياسر ابراهيم، وعملاق في الجون اسمه محمد الشناوي، ولولا يعني لقطه الفرصه الاخيره الضايعه من حسين الشحات كان الاهلي خلص الماتش. لا تعليق يا حسين والله. عدت 45 دقيقه تانية بسلام وبخير، ونقطه قصاد ميسي بصراحه احسن من مفيش، وريبيرو واضح ان عنده شغل كتير قبل ماتش بالميرس الجاي عشان الفرص بالشكل ده قدام الجون ما تضيعش تاني يا اهلي. تمام ولا نقول تاني؟ قولوا لنا في الكومنتات رايكم في اداء الاهلي وتوقعاتكم للماتش الجاي، واشوفكم في قطايف ولطايف جديده. سلام.